فد يوم الصبحية براس الفرع لاقتني دورية، قسم لابسين ملابس مدنية، 3 لو 4 انضباطية، واحد لابس منقط وحاط بيرية. صاح بيه تعال لك شوف لي الهوية. حطيته كل أوراقي، قلت له هاي بطاقة الشخصية، هاي أحوال المدنية، هاي عدم محكومية، هاي بطاقة تموينية، وهاي الورقة استلم بيها الطحين الشهرية، وهاي جواز سفري مسموح بالسفر إلى كافة الدول العربية والأقطار العالمية عدا الدولة العبرية، وهاي شهادتي المدرسية خريج جامعة المسيحية قسم الحب والسلام للإنسانية، وهاي شهادتي الجنسية اتأكد إن أبوي عراقي وأمي عراقية. قال له عاد ليش مكتوب بخانة القومية عاثورية؟ مبين انت مزور الجنسية. قلت له لا والله هي هاي الأصلية، إذا ما تصدق اتصل بالمديرية وهم يقولوا لك إذا مزورة لو حقيقية. قام فتش بجيوبي وباقي الخرجية ولقى شوية صور شخصية. قال منو دولة؟ كانوا مفرارية. قلت له هذا ابن عمي استشهد بجبهة الشرقية، وهذا اخوي استشهد بالقادسية، وهذا صديقي استشهد من اجل الامة العربية. قالوا دول الثلاثة منو؟ مبين عليهم افندية. قلت له هذا يوسف، وهذا يوخنا، وهذا يوبرت، ترك مرأة كلها طيبة وحنية، وطفلين صغار بعدهم بالدودية. دول هم شهداء، بس دول استشهدوا من اجل قضية. دول احفاد اغا بطرس امتدادهم من سمال وسورية. قال كافي لا تتفلسف علي، انا ما اعرف هاي الكراوات التاريخية، بس اللي اعرفه انتوا الاثورية كلكم عملاء وجواسيس للامبريالية، انتوا اصلا مو عراقية. قلت له احنا مو عراقية، لعد اشور وسنحاريب منين؟ من صين الشعبية وسومر وبابل واكد نينوى. منو بناها؟ شركة يابانية؟ تعال فهم هيك متخلف العقلية. ساعتها حسيت بعد ما اقدر اعيش ويا الحرامية، شقيت كل اوراقي ورحت السفارة الكندية، شقيت كل اوراقي ورحت السفارة الكندية.